ماش بوتيتو أو بطاطس بيوريه، وصفة من الوصفات اللي كل الناس بتحبها، بناكلها في المطاعم وفي الفنادق وبنبقى مستغربين هي ازاي ناعمة وكريمي بالشكل ده. النهاردة هقولكوا على كل الحاجات اللي تطلع البطاطس البيوريه أحلى من أي مرة جربتوها في أي مطعم، ناعمة وغنية وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنحتاج كيلو بطاطس، وهنحتاج لكل كيلو بطاطس 200 مللي كريمة أو حليب، بس لو هنستخدم حليب نستخدم نوع يكون كامل الدسم عشان يدينا طعم حلو للبطاطس. هحتاج كمان لكل كيلو من البطاطس 100 جرام زبدة. نوع الزبدة بيفرق كتير في طعم الماش بوتيتو، كل ما تبقى زبدة غنية وطعمها حلو كل ما هتديني ماش بوتيتو طعمها حلو قوي. هنحتاج اكيد ملح وفلفل اسود، وهنحتاج اي نوع اعشاب عشان التقديم، بس هنا هستخدم بقدونس، تقدروا تستخدموا شايفز او زعتر. اول حاجة هنقشر البطاطس، وهبتدي اقطعها مكعبات متساوية بالشكل ده. نحاول ان احنا نخلي المكعبات كلها قريبة من بعضها عشان تستوي في نفس الوقت. هنزل البطاطس في حلة وهغطيها بالمية بالشكل ده. هنزود عليها مية باردة، ما تحطوش مية سخنة على البطاطس. هزود عليها معلقة كبيرة ملح وهرفعها على النار. اول ما تغلي هسيبها تقريبا 15 دقيقة، انا عايزاها مستوية تماما. طيب نعرف ازاي ان البطاطس استوت كويس؟ هناخد واحدة من البطاطس ونضغط عليها بالشوكة كده، نلاقيها سهل ان احنا نكسرها كده، هي استوت تمام. هبتدي بقى اصفي البطاطس دي خالص واسيبها تنزل كل المية اللي فيها. هستنى دقيقة واحدة وبعدين ههرسها. طيب عشان نعمل ماش بوتيتو زي بتاعة المطاعم او الفنادق لازم تكون البطاطس ناعمة جدا، ما فيهاش اي قطع، يعني ما ينفعش اهرسها بالشوكة واستخدمها كده، هيبقى فيها قطع بطاطس ومش هتديني الاحساس الناعم جدا اللي بناكله من بره. احسن حاجة نستخدمها عشان نهرس البطاطس هي البوتيتو ماشر دي او هرسة البطاطس. هي موجود منها انواع كتيرة وهي مش غالية خالص. هي فكرتها ان هي بتعتمد على الضغط، احنا بنضغط على البطاطس فبتبتدي تطلع من الفتحات الصغيرة قوي دي، فبيبقى كأننا عملنا البطاطس في مصفى، فبتطلع ناعمة وبتطلع فلافي كمان، ليها احساس مختلف هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. طيب انا لو ما عنديش الأداة دي ممكن اعمل ايه؟ ممكن نهرس البطاطس كويس قوي بالشوكة او بأي هراسة، وبعدين هستخدم مصفى وابتدي اضغط على البطاطس لحد ما تنزل من المصفى، هتديكوا نفس النتيجة بتاعت التول دي. هبتدي بقى اخد كمية من البطاطس وهرسها بالشكل ده، وافضل حاجة ان انتوا تهرسوها وهي لسه سخنة عشان بيبقى سهل جدا انها تتهرس وتطلع معايا بالقوام اللي انا عايزاه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، فلافي طرية جدا وناعمة، وهي دي اللي هتديني النتيجة اللي انا عايزاها. في حلة صغيرة هبتدي انزل الكريمة او الحليب، هزود عليهم الزبدة وهرفعهم على النار. انا مش عايزاهم يغلوا، انا عايزة الزبدة تسيح والحليب يسخن شوية. اول ما يسخن كده هبتدي انزله على البطاطس. هنقلب في الاول، هتحسوا ان قوام البطاطس سايب شويه. مظبوط، ده هو ده اللي انا عايزاه لان انا لسه هرفعها على النار. هظبط الملح والفلفل، هبتدي بقى اقلبها. هفضل اقلب فيها تقريبا 5 دقايق. انا عايزه البطاطس تسخن والطعم كله يندمج مع بعض. بصوا شايفين القوام ناعم وعامل ازاي؟ هبتدي بقى احطها في الطبق. بصوا القوام عامل ازاي، شايفين كريمي قد ايه، ناعمه جدا. زينوا الطبق بقى بالشكل اللي تحبوه. هنزود عليها مكعب زبدة للتقديم، بيدي شكل حلو كده زي المطاعم. هقطع اي اعشاب عندي، دلوقتي استخدمت بقدونس. هنرش رشة بسيطة عشان تكسر اللون. طبعا بتتاكل وهي لسه طالعة من على النار عشان يبقى طعمها حلو. شايفين القوام قد ايه ناعم وكريمي، طعمها وريحتها تجنن. جربوها، متأكدة ان انتوا مش هتاكلوها من بره تاني. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.